كتبدا القصه مع هاد الشعير طلع في السانسور وكان هازز في يدو واحد المجله، دخل عند الزعيم ديالو روغو وراه ديك المجله اللي كانت مصوره فيها بنت وقال ليه لقيناها. في الجهه الاخرى كتبان واحد البنت كتسلق في شي رجال، عطاتهم قتله وبقات هاربه. في هاد اللحظه غنسمعوا كوبي وغنعرفوا بلي هادشي كامل غير تصوير ديال الفيلم، وهاد البنت اللي كتمثل بنت المخرج. وصل روغو مع الرجال ديالو الموقع التصوير وقصدوا الكرفان اللي فيه البنت، بغاو يدخلوا وقفهم باها. في هاد اللحظه جا روغو قال لي او اف بي بي تي هاك واحد المسمنه. بدا المخرج كيتمتم وكيقول لي صبر عليا غير شويه راه نرجع لك فلوسك. البنت سمعت الصداع وخرجت تشوف شو واقع. ديك الساعه خطفوها ومشاو. با مشى عند البوليس قال لهم بنتي تخطفات، سولوا شكون خطفها، مع قال لهم روغو ما بغاوش يعاونوه. مشى عند المحافظ والو، الوزاره حتى هي والو. المهم الباب اللي دقوا كيتسد في وجهه. في هاد اللحظه تفكر شي حد يقدر يعاونه. في الجهه الاخرى كيبان واحد المدرب ديال الفنون القتاليه سميتو روني، غيكون عنده خو زيزون وخاصو يدير ليه عمليه باش يرجع يهضر، ولكن الاطباء طلبوا ليه واحد المبلغ كبير. هو خارج من السبيطار غيبان لنا المخرج مع المنتج غودي في الطوموبيل وغيكون كينعاد فيه. مشى غودي عند روني جلس معاه وعاود ليه كلشي، قال لي محتاجك تعتق ليا واحد البنت في المقابل نعطيك شحال ما بغيتي ديال الفلوس. روني سمع الفلوس ودنيه تقلشو، ولكن مع وراه الصوره ديال البنت رفض البلان ووقف، ركب في الموطور وبدا كيفكر. وغنعرفوا بلي البنت كانت خطيبته. اول مره غيتلاقاو كانوا مسافرين في التران، حبسوا في واحد لاكار باش يرتاحوا، تما تعرف عليها. وملي جا الوقت باش يمشي التران قلبات على باها ما لقاتوش. ديك الساعه نزل هو يقلب عليه. التران بدا كيزيد في السرعه. في هاد اللحظه خرج باها اللي كان ديجا طلع وتات لروني باش يجي، ولكن التران كان زاد في السرعه وهرب عليه. في الجهه الاخرى كيبان روغو مع با اللي عندهم دراسه ديال الفنون القتاليه وغيكون مده ما شافو. بقى كيهضر معاه وقال لي هاد المره ولدي والله لا مشيتي قبل ما نزوجك. بغى يقيدو. النهار الاخر غيكون باين روغو مع التلاميذ ديالو. في هاد اللحظه غيبان روني دخل عند المدرب وعطاه واحد الرساله، بدا كيقراها وغنعرفوا بلي باه كان صاحبه. قال لي في ديك الرساله بلي ولدو روني صغرو كامل هو كيتريني، وهذا الشيء خلاه مغرور شويه. داك الشيء علاش بغيتك تعلموا الانضباط وديروا فحال ولدك، حيت ملي غتكون كتقرا هاد الرساله غنكون ميت. ناض المعلم يهضر مع روني ولكن باكيت بومبا عليه. ديك الساعه ضربوا مع الارض وقال ليه مرحبا بك الغرفه ديالك رقم 29. وابتداء من اليوم النعاس مع الدجاج والفياق مع الدجاج. خداه واحد الراجل ودري صغير للغرفه ديالو. الدري الصغير سميتو سوبو وهو اللي قلت لكم في الاول باللي باغي يدير ليه عمليه. النهار الاخر غيكون واحد السباق ديال القوارب في البلده ديالهم، وغيكون روغو ولد المعلم حتى هو مشارك. وسط الجمهور غتبان سيا، كان الباطو ديال فريق روغو هو التالي. في شافها ما كاين غير جده فمعلم، ربح السباق وطلع يقلب عليها، ولكن في هذا الوقيته غتكون خرجت من تما وكتدور في البلده. غيكون روني جايب الطاقه ديال المعلم غيشوفها وغيمشي عندها. بقاو كيهضروا، عرف بلي جات زور جداتها وداروا يتلاقاو في واحد المناره ملي طيح الشتا المره الجايه. بقى روني عايش في المدرسه ولكن عمرو تدرب، كانوا مكلفينه غير بالطياب الطاقه ديال الصابون وكيضرب الاجراس باش يفيقوا وقبل ما ينعسوا. اما روغو فكان كيجمع التلاميذ ديال باه وكيبقى يصابح فيهم. داز بزاف ديال الوقت. واحد النهار دات الشتا كطيح وهذا هو الوقت اللي داروا يتلاقاو فيه في المناره. سيا فرحات يلا خارجه باش تمشي عنده، لقات روغو في الباب. دخل جلس مع باها وقال ليه جينا طالبين راغبين في يد بنتكم الماسونه سيا والماسونه مهبول هذا. قال لي باش نقول لك ولدي جا فيها بيلوت ولكن بغيناها تكمل قرايتها. روغو غوت المساعد ديالو اللي جبد واحد الشانطه وكانت عامره بالفلوس. باين سيا شافهم ودنيه تقلشوا، خداهم وقال لي مرحبا بولدي قراو حتى الوالا بقى الحواله انت ضرب الصداق. وفي هاد الوقيته غتكون بنته الماسونه كتسنى صاحبها الماسون في المناره. تلاقاو دوزو وقت زوين، من بعد وصلها ورجع لقى المعلم كيتسناه. بان لي حساب لي تجالس في اوطيل. ضروني كيقول لي جيت هنا باش نتدرب، ولكن من نهار وصلت وانا مقابل غير بريا بغسيل الحوايج والاجراس. يجمع عليه المعلم وهنا غيلاحظ اللي كيغارديه بلا وعي. غيتفكر داك الشيء اللي كان كيدير من نهار وصل وغيعرف باللي هذاك بحد ذاته تدريب. هنا فهم البلان وزاد احترم المعلم ديالو، ومن هاد اللحظه بدا عنده التدريب ديال بصح. ونهار على نهار كيولي احسن. المدرب تكونسونطرا عليه ديال بصح ويعطاه وقت كثر من كل شيء. كاع الكومبات ديال روي كان روغو حاضر. اخر وحده مشى عنده وقال لي كمل هكا راك غادي مزيان وممكن في المستقبل توصل لشي حاجه واعره. مهر لاغون غيكون روني خارج مع صحابو وسيه شافت باها. ديك الساعه مشات. كان تعرف على روني من قبل وقال ليه بلي كتعجبو شي بنت. هاد المره ملي شافو جا سلم عليه وسولو فين وصل معاها. يلا غيبدا روني يعاود ليه باها ضرب على الخاتم ديال بنته في صبعو. هنا فهم بلي البنت اللي كتعجبو هي بنته. تعصب حيت ديجا خدا الفلوس من عند روغو. بدا كيحاول يقنعو باش يبعد عليها. ملي ما دا منه لا حق لا باطل مشى عند روغو عاود ليه هاد الشيء. روغو تعصب اللي انا اللي غنتزوج بها وإلا اضطريت كاع ممكن نقتلو. با غيكون دايز من تما كيسمع القضيه فيها القتيله. جا عند ولده وسمعوا الهضره. قال لي ما حدي حي ما غنسمح لك تظلم حتى واحد. من بعد كيبان كيتغدى معاه. عطاه روغو ياكل ولكن ما بغاش حيت كان مقلق عليه. طلب منه السماحه. ديك الساعه كلا. من بعد شويه شد صدرو وبدا كيكح. حاول يهز الماء بعدوا عليه روغو. ونافع عرفوا بلي مسخوط من الضلع على قبنها.
لا يكون روني كيدور في البلده نحبوا عليه الرجال ديال روغو وطلبوا من اللي يمشي معاهم، من اللي ما بغاش خطفوا الولد الصغير وهربوا. تابعهم حتى وصلوا لواحد المبنى، دلاو الولد الصغير وطلقوه ولا تيروا في الموافق المناسب وشدوا قبل ما يطيح، هبطوا ليه ودوروه. ديك الساعه بدا كيحلط اللي وصل عندو كيف فرشخو حتى بقى غير هاد العزي هزيو من الولد الصغير ولكن تعرف ليروني وجا فينا الراس غيبو هاكي يضربوا سد واحد الحبيده يلا غيصفيها ليه بدا الولد كيبكي هنا وباف والعزي هرب. لا يكون جالس كيداوي الولد حتى لا يجي روغو ويبدا يضربوا هجموا عليه الرجال ديالو. ديك الساعه مشى كيزوري للستاسيون هو على ليسانس وشعل البريته. نخليوهم هنا باش نديرو شويه ديال التشويق ونرجعوا للوقت الحالي. روبونا يكون حابس السيف واحد الدار وروني شاد الطريق باش يعتقها كلم من المطار وركب في واحد الطاكسي. لا يكون الشيفور عما ونسيبو حداه هو اللي تيجي ليه ومع صاحبنا عما كتبان ليه الطريق كامله وطا وما كاين مغعفات. وصلوا لواحد شنو نحصره دير لهم روني لك تبغوني تدبروا على راسكم تبعوني خلوا واحد الحلبه ديال مصالحه الشوارع وقال لهم قمروا عليا بالفلوس كامل اللي عندكم. ملي دخل الحلبه بدا تيشوف في الكاميرات قرب منافي جاي كيجري عنده ضربوا بركله الفم سكت ليه الحجره وهنا عرفتوا بيدير هذا الشيء بالعاني باش يسد الانتباه ويخلي روغو يقلب عليه. رجع عمو الطاتسيل للدار وبدا كيتفكر كيفاش تفاق مع البنت. ملي دابزو في الستاسيون سمع فيه روغو تما ومشى داروا بنزل المعلم وحرقوا الجثه ديالو. ملي تفرقات الجوقه جاو البويات وشدوا روني بسبب الفوضى اللي دار وما قاعدين بير نشوفوا بين السيا مع روغو في الطوموبيل وغنعرفوا باللي هو اللي نصب ليه. ملي دخل نحبس خلص عليه كثاله باش نهار يقول الصياب اللي باه هو اللي نصب ليه ما تيقوش. وبالفعل داكشي اللي ضيوقع اللي روني شافها ما تيقاتوش خلاها تما ومشى. رجعت هي عند با وطلبت يهضر معاه ولكن هو ما مشاش عنده قطع حوايجو ضرب راسو مع الحيط ورجع عند اللعب اللي حاول يهضر معاه ولكن ضربو ورمى عليه الخاتم اللي عطاتو. من بعد هادشي اللي وقع روني يجمع حوايجو في دار ولد الصغير وهاجو من تما. كتب هي قصه ديالهم مرجع للوقت الحالي. لا يكون روني مع العمه في الدار حتى لا يتنو شي حد في الباب. هربوا من جهه اخرى الباب تفرع ويكونوا المنظمين ديال الكومبات هجموا عليه. هو مشى من جهه ولعنه صاحبه من جهه اخرى. بقى زرني واحد الكرياج بلاو يتبلعوا رزق في حيط ديال الضو خلاهم كيتشواو. نحاف ان نعمه بقى الزعيم ديالهم تيستق فيه هو واحد الجوج عطاو قتله ودات الزعيم ديالهم نيوشي بالفردي حيدوا عليه وسولوا على فيجن مساعد ديال روغو. من اللي عطاه العنوان ضربوه غيبو قصد بيجو صنخو حتى هو وبدا تيهدو بلا لعبت ليه مراتو الا ما قالش ليه فين تيمسيه. بيجو حصل ديك الساعه وراه البلاصه فين لي روبو كاين في عماره فيها افضل انواع الحراسه. الطابق الثاني كيتنظموا فيه المسابقات ديال قيصر الشوارع واذا فتي كاع هاد الحراس فطبع قدامك واحد الشينوي ما كاينه ديال حسد الارواح. والطابق الاخير هو اللي بيبوس اساسيه واذا مشيتي لتما كون اكيد بلي غتموت. الجهه الاخرى تهرقوا عند السيا باش يحاول يقنعها تزوج به ما بغاتش دازت معاه. كل الرجال ديالو يشدوها استوفاتهم. من بعد زاد موت وقات قاصده روغو قبل ما توصل عنده جا واحد من الحراس وقرب حديده غيبها. روغو شافها بتخلع واتصل بيجو لا يكون مازال روني كيهدو طلب منه ينحف عليهم السبيطار وفطع. روني قال مع راسو هذه هي الفرصه سول بيجو على السبيطار اللي داوها ليه ما قاعش يقول ليه عمر السلاح وبلا راه تقول لي يرا نسات بتريكسن عطاه يجي العنوان تما كيما مع العنوان وقصدو السبيطار ويكون وازين معاهم داك الشينوا في الكوفر. تزات روني داخل بانوا ليه رجال ديال روغو يبغي الطابلي يدير واحد الطبيب ودار الكمامه وراه داز قدامه ودخل عند سيا. داك الشينوا اللي مع روغو صونا ليه خويا اللي محبس في الكوفر وقال لي واحد اللي يمدي حابسو. روغو سمع هندي عرفو روني وغادي تيسب لي المخوف اللي فيها سيا دازو من حداه فلاتها مدار ميجش فيها وقال لهم يحيدوا الماسك. ملي شاف روني الدنيا ما عرفتش كيفاش وصلتي هنا ولكن مدخل الحمام ماشي فحال خروجو. في هاد اللحظه روني شنق على سيا حط لها مسلم قاو بدا تيهددهم قال روغو بلي ما بقاتش كتهمو وجاي نافض على قبل الفلوس اللي باعوا المنتج. داكشي علاش الا داروها ولاها فيدوز عليها. ملي حيدوا الاسلحه جار السياد السانسور وهبطوا. روغو جبد التيو ديال الاطفاء ونفذ فيه مسقط الوالديه يقصر بوار يكسر راسو وشي زواج ما كاين. الف السانسور وقام لاح الحوايج وهربوا. شافهم الشينوا وبقى تبعهم ركبوا معنا في الطاكسي وعلقوا. عاود نايم واحد بالسلاح اللي ما مال دوكا بحال ضربوا على الاورجلي بداو كيتيريو فيهم فتحوا الكوفر خرج الشينوي كل الشينوي وضوا خواني هاد شنو جا فيهم قرطاس بغلط. ديك الساعه مات الحمد لله. ملي مات كان مدوخني لما مازال غادي ما كاين عاد سيري تعيش فرين تموت. قدروا يهربوا ولكن روغو الشينوي اللي بقى غيكونوا حافظين عليهم. وصلهم لعمل المرسى ودبر ليه في واحد غيهربهم للهيمز. قبل ما يمشيو عطاتهم سيا واحد السلسله باش تعاودوا لي باتسي اللي كاو في راس ويغلاس ركبوا في الباطو وشدوا الطريق. من بعد مده نزلوا في واحد الجزيره وفيها يتسناو الحربات اللي غيديهم للهيمز. وهما تما لا تشوف سيا الخاتم اللي كان جاباتو وتعرف بدا بالشي اللي كان قال لها بواها غير كذوب. لبات مروني السماحه وبقاو تما كيتسناو ما بلي يجيو حفلات باش يهربهم لا يكونوا كيتمشاو حتى كيجيو رجال ديال روغو وغيضربوا روني. داروا لي واحد التكرفيصه ديال الكلاب. من بعد دوروا بيجيو الشينوي وبداو كينفضوا الغبره كروشيو توركلها فابور. التالي كاع جبد بيجو السلاح وتيرا فيه طاح في الماء. ديك الساعه خداو البنت ومشاو.
جراس الدار ضربوه كيحاول يقنعها باش تزوج بيه. في هاد اللحظه غيبان روني كيصلح في الرجال ديالو، بقى طالع واللي وصل عنده كيعطي حقه ويكمل. واحد من الحراس مشى كيدير له واحد الانذار. ديك الساعه شافوا راكو في الكاميرات وعرف بلي فيديو هضروا وما قتلش روني، انا جبد موت وذبحوا. لا يكون كيتفرج في روني كيصلعني الرجال ديالو فالمورا وقصيه هربات كما قال الشينوي يقتلهم بجوج. لا يكون روني طالع حتى لا يجي فيه الشينوي بلا من بعد غيبدا يدخل ليه. روني دار النفس ونظهر سليد ضلوعو كاملين. اصلا السلعه ديال الشينوي هي كتهرس. وصلت عند البنت وطلعوا عند روغو. تي وصلوا ضربوا روغو بربلا لاحو. ولات البنت تشير عليه باكا ضربوا مع الحيط. شافوا روني وناضلين ناري الدريه ضبطتي عليها افا حتى هو قتله. من بعد دا كيعاود ليه كيفاش قتل على قبلسيه. اللي عارف بغا متباني وغيشوف هذا الفيديو غايقلب فين يسكن. روني سمع هذا الشيء تعصب وناض ليه. انت يعرف روغو بلي با علم روني كاع الحركات ديالو وخلاه يكون هو الوريد. في الاول ما استعملوش ضده حيت واحد المعلم يخليهم ضرورة، ولكن ملي عرفوا قتلو ولات هذه وحده من الضرورات. استعمل داك الشيء يتعلم هرس الروبوت ضلوعو كاملين وقتلو. في التاريخ ذا البنت رجعوا له من براسها ولا هو المعلم. وحتى لهنا نكون وصلنا لنهايه القصه. الى عجبتكم ما تنساوش لايك كومنت وسبسكرايب لاشين يوتيوب.